أحييكم من جديد. كما تلاحظون أنه في كل فقرة نختار نموذج يختلف عن الآخر في قضية خطف الأطفال أو غيابهم أو ضياعهم أو هروبهم، يعني أي صفة تنطلق، لكن نختار نموذج يختلف عن النموذج السابق. في النموذج الأخير من حلقة الليلة هو لمحمد كمال فرج عبده، شاب عمره 18 سنة، عنده حالة ذهنية خاصة، تاه من أسرته التي تقيم بمنطقة المرج بالقاهرة لمدة عام كامل، حيث استقل قطار القاهرة بني سويف. عثر عليه صاحب ورشة لتصنيع مواتير السيارات، قام بحبسه داخل الورشة، ظل يعذب به طوال عام كامل. وصل الأمر أنه كان يلسعه بالنيران في رقبته، وقد عاد إلى أهله بفضل جهود أجهزة البحث في وزارة الداخلية، وهو الآن في أحضانهم. هذا النص الذي وردنا، ولكن يبدو لدى الأم بعض التعديلات على بعض التعابير التي وردت في هذا النص. سنستمع إليها، إلى هذه الملاحظات منها شخصيا، ربما حول المدة التي احتجز فيها، لأنها تقول 21 يوما وليس سنة. قصة التعذيب، لأنه قالت أنه لم يكن هناك من تعذيب، ولكن سنتعرف عن القصة كاملة بعد ما أن نرى هذا الفيلم الخاص الذي وصل لنا، وهو مؤثر جدا للحظة لقاء الأم لابنها محمد بعد عودته. دعونا نرى. محمد كان بيختفي على طول، فهو كان بيغيب على طول يعني فاهم، وبيختفي مره واحده كده ونروح ندور عليه ما نلاقوهوش. محمد دلوقتي عنده 19 سنه، هو عنده 7 سنين 8 سنين بيمشي كده، بقى له 10 سنين كل مره نجيبه ويمشي ويختفي، كل مره نجيبه ويمشي ويختفي، كل مره في المنيا، مره في بني سويف، مره هنا جنبنا في المطريه، مره في الزاويه، زي ما رجليه بتوديه. طبعا بينا نعمل صور ونروح كده كل مكان، يعني كل مكان نروح ونعلق فيه صور. الصور دي كده في تشابه كتير قوي في الصور، كل واحد يقول انا شفت الحته الفلانيه نروح، ما خليناش حته في مصر غير لما اروح. محمد عنده طاقه، بيحب يخرجها زي اي بني ادم. لما بيلاقي نفسه مخنوق زهقان في البيت ما بياخد بعضه ويمشي، ينزل يفضل ماشي ما يعرفش هو رايح فين، لغايه لما اي حد يوقفه ويقول له انت رايح فين يقول انت واقف معاه. محمد معاق ذهنيا، بيمشي في اي طريق يقابله يفضل ماشي فيه لغايه لما حد يقابله يقول له انت منين ولا جاي رايح فين والكلام ده كله. احنا نزلنا الصوره بتاعته على النت، ففي اتعرضت وفي ناس شافوها في بني سويف وبعتوا لي قالوا لي ابنك عند واحد ميكانيكي. جبناه وجينا، فانا عرفت بقى ان هو شغال عند واحد ميكانيكي من طريق اللبس اللي هو لابسه، من تحت الجاكيت اللي هو لابسه. ما كانش بيديله اجر طبعا نزل عنه، غير كده كان بيقفل عليه بالليل. جه بقى الواد حضني كده، يعني بقول لك يعني مسك فيا كده وبيقول لي معلش سامحيني حقك عليا، الشيطان هو اللي قال لي. احنا مصدقين محمد اللي هو بيقول له الشيطان هو اللي بيمشيه على طول. امشي يا شيطان. انت رحت فين؟ انت رحت فين؟ بني سويف. بني سويف. اشتغلت عند راجل ولا هو كان حبسك في الجراج؟ كان حبس في الورشة. في الورشة. هي الفترة 21 يوم. يعني نحن المعلومة اللي واردة سنة. لا، هي 21 يوم. برجع بذكر بسأل نعطي كل إنسان حق. لا 21. طب انتوا شفتوا له الراجل ده اللي كان حبسه؟ لا ما جاش، هو المفروض ان هو احنا نروح نجيبه من عنده. فما تاخرنا بالليل وكلمناه قلنا له احنا نستناه مثلا في الموقف بتاع بني سويف ويجيبوه لنا. اللي كلمني قال لي ده طب كان بياكله ويشربه،
يعني قلت له انت عايز ايه؟ قال لي يعني نديله فلوس. قلت له خلاص ماشي، وخدت معايا فلوس. طب عشان تديله هو فلوس لان كان بياكله ويشربه. اللي كلمني في التليفون بقى قال لي ده كان بياكله ويشربه طبعا، ايه يعني عايزين طبعا. قلت له ماشي. انا كنت في اليوم ده في جامعه الرساله، كنت هناك يعني كان يعني بنتي برضو تاخد حصه في الرساله ورحت. اما كلموني بقى الصوره اتعرضت في نفس اليوم، قالوا لي ابنك في بني سويف. طيب هو له في العاده يطلع كده وما يرجعش؟ هو عنده 8 سنين، بس تيجي تكلمه يقول له الشيطان هو اللي قال لي. الشيطان قال لي امشي. بدأت ب4 ايام، بعد كده بقى الشيطان هو اللي بيقول لك امشي؟ بيقول لك ازاي؟ اتكلم في في ودنك؟ ودني هو بيقول لك امشي، قوم امشي؟ انت بتشوف شكله؟ لا، هو بيقول بس بيقول لي امشي امشي. طيب يعني الاعداد دلوقتي بيقولوا لي ان هو غاب عنك سنه 21 يوم عند الميكانيكي، ولكن سنه كامله غابها عنك، راح بالصعيد مش عارف فين. لا ده بقى 15 يوم في المنيا، قبلها شهر 4. يعني على مراحل. شهر 4 اللي قبل اللي قبليه 15 يوم. الشيطان بيقول لك امشي ازاي؟ يعني بتسمع الصوت زي في ودانك يا محمد؟ كتير يعني بيقول لك امشي 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 علشان تمشي. في مره فتح الباب بالليل واحنا نايمين مشي. دي اللي راح فيها المنيا. كان زي الفل كويس قوي، وكل لما يعني لما بيمشي يبقى. طب هو بيوصل ازاي للمناطق دي؟ يعني بيوصل لمنيا ازاي؟ بنقول له بيبص ازاي، بيقول لي احنا عندنا عربيه عزبه النخل بتودي المترو. يعني هو حافظ كل حاجه، يعني عارف كل حاجه. عارف. عندك غير ولاد؟ عندي 13 سنه. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نستمع لآراء الخبراء اللي موجودين معنا في الفقره الاخيره. فاصل ونعود، ابقوا معنا.